السلام عليكم. أنا كنت حابب أتكلم طبعا على النادي الأهلي والفخر اللي عامله لمصر كلها، بأنه مرشح من أفضل 10 أندية في العالم، أو مرشح لأنه يكون أفضل نادي في العالم على جلوب سوكر. وطبعا أنا بطلب من الناس إنها تدخل على جلوب سوكر، هو مجرد أبليكيشن هتنزله وساعتها تقدر تصوت للنادي الاهلي على افضل نادي في العالم وافضل نادي في الشرق الاوسط. في معظم الاحيان يعني احنا ما بناخدش افضل نادي في العالم، لكن احنا تعودنا على ان احنا ناخد افضل نادي في الشرق الاوسط. فاللي انا حابب اتكلم فيه بقى في الموضوع ده فكره، بس علشان خاطر طبعا انا عارف الناس الزملكاويه الحاقدين اللي ما يعرفوش يعني ايه ان النادي الاهلي هو مجرد انه نادي مصري موجود في جايزه كبرى زي جايزه جلوب سوكر. في ناس زملكاويه بتقول ان دي مش جايزه كبيره ولا حاجه، دي جايزه تعبانه ودي جايزه، يا عم طب اوصل لها. اللي عايز اقوله هنا انه اتمنى من الناس ان تستوعب ان ده نادي مصري وتخش تدي للنادي الاهلي يعني التصويت. لكن اللي عايز اقوله هنا ان يكفيني فخرا، انا عارف ان انا مش هاخد احسن جايزه احسن نادي في العالم اكيد، لان في ريال مدريد، في السيتي، في انديه كتير جدا وكبيره جدا، لكن في الاول وفي الاخر يكفي ان انا اكون في وسط الانديه دي او بنافس الانديه دي. وهي دي بقى المنافسه الحقيقيه، دي اللي حابب اوصلها لكل الناس، ان الاهلي ما بينافسش نادي في مصر، الاهلي بينافس انديه العالم والانديه الكبيره. هو ده الواقع، هو ده الواقع الحقيقي اللي الناس مش قادره تستوعبه. كمان حابب اقول ان النادي الاهلي ما بيعيش في نظريه المؤامره، وهو ده اللي منجح النادي الاهلي، وهو ده اللي المفروض الناس تتعلمه. وانا قلت قبل كده في فيديوهات كتير ان مفيش اي مشكله ومفيش حاجه بتقول ان عيب جدا او عيب ابدا ان انا اشوف حد ناجح واحاول اتعلم منه واحاول اقلده علشان اوصل للنجاح ده. يا عم انجح وتخطاني، زي ما في يوم من الايام انت كان عندك في بطوله افريقيا، انا بتكلم على طبعا كنادي الزمالك يعني، انت في يوم من الايام كان عندك 5 بطوله افريقيا وانا كان عندي 3. انا بصيت على المشكله اللي عندي وشفت انا مقصر في ايه واشتغلت على نفسي كويس كنادي اهلي يعني، وتخطيتك وانت فضلت واقف زي ما انت عند 5 بطوله افريقيا وانا وصلت لل 12. فطبعا يعني ده اللي حابب اقوله للجماهير الزمالك والنادي الزمالك. احنا شفنا كتير جدا وقعات للنادي الاهلي، شفنا مؤامرات بتحصل على النادي الاهلي، لكن ما وقفناش عندها وما قعدناش نبكي يعني على سبيل المثال في حاجات معروفه جدا وكبيره، هدف انرامو اللي كان بالايد دي من ضمن المؤامرات اللي حصلت على الاهلي، واحنا فاكرين كويس قوي الحكم في المباراه دي كان عامل ازاي. حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت من المؤامرات الداخليه بقى، الجواب اللي استخبى ونادي الوداد والمباراه اللي اتظلمت فيها، والمفروض انا كنت العب في ارض محايده او كان ليا الحق في ان انا اختار الارض او ان انا اطلب ان انا العب على ارضي، وساعتها كان على الاقل هلعب على ارض محايده. لكن للاسف من اتحاد الكوره عندنا وخبوا الجواب اللي كان بيديني الحق في ان انا اترشح في ان انا العب المباراه على ارضي، وما لعبتش المباراه على ارضي ورحت لعبت في الوداد. وطبعا مش هنختلف، احنا ساعتها بصينا على ان لاعيبتنا قصروا، ما بصيناش على المؤامره، ما فضلتش ابكي على المؤامره. انا بصيت ساعتها على ان لاعيبتي قصروا، وكتير جدا وحاجات كتير جدا يعني من ضمنها مثلا مباراه سان داونز اللي اتغلبت فيها 5، ما قعدتش ابكي على ان انا وقعت في مباراه زي دي واتغلبت 5، لا بالعكس، قمت ووقفت على رجلي ونيمت قاره افريقيا، مش بقى من المغرب زي ما بيتقال، لا ده انا نيمتها من العصر. فهو ده الفرق بين الاهلي والزمالك، ان انا ما ببصش على نظريه او دايما انا مش حاطط في بالي نظريه المؤامره، وحاطط في دماغي ان انا لا بتظلم وان الدنيا كلها جايه عليا، لا خالص خالص خالص. انا دايما ببص على ان لاعيبتي اللي بتصل. لما اتغلبت في السوبر الافريقي من الزمالك ما قلتش ان
في مؤامره وما قلتش، لا انا قلت لعيبتي مقصرين، والاعتراف بالخطا هو اول طريق التصحيح. هو ده اللي كنت حابب اقوله، وده اللي كنت حابب انوه عنه يعني. وبتاني بتمنى من الناس انها تستوعب ان النادي الاهلي ده نادي مصري، وننزل الابلكيشن بتاع جلوب سكر وندي للنادي الاهلي حقه في التصويت، علشان خاطر زي ما قلت هو نادي في المنافسه دي هو باسم مصر، مش بس باسم النادي الاهلي. انا بتكلم على مستوى العالم وبتكلم على مستوى الشرق الاوسط. ما ننساش لو الفيديو عجبنا نعمل سبسكرايب، يعني نشترك في القناه ونعمل لايك على الفيديو.